الفنان أشرف مصلحي. ولد أشرف مصلحي في 23 إبريل 1974 في العاصمة المصرية القاهرة. تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج. كانت بدايته في السينما المصرية باشتراكه بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة، ثم كان فيلم بونو بونو مع نادية الجندي ثاني عمل سينمائي يشارك فيه. ثم لفت الأنظار في أفلام أسرار البنات، جواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18. وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي رانديفو عام 2001 وسحر العيون عام 2002، وأدى دور ضابط الشرطة في فيلمي تيتو وخالتي فرنسا. وكان مسلسل الطاووس الذي عرض عام 2021 آخر أعماله الفنية، حيث تعاون فيه مع جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم ورانيا محمود ياسين، والعمل من تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز. توفي الفنان أشرف مصلحي في القاهرة في الموافق 17 سبتمبر 2023 عن عمر يناهز 49 عام.